جربت وصفات بزاف تاع القمر وما كان حتى فايدة. اليوم جبت لكم وصفة فعالة بمكونات موجودة غير في البيت، والأهم النتيجة راح تبهركم من أول استعمال بإذن الله. خليكم معايا للنهاية وراح تشوفوا الفرق بأنفسكم. السلام عليكم أخواتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة، نهاركم مبروك وإن شاء الله تسمعوا غير الأخبار المليحة. رايحين تشوفوا معايا هذه وصفة القمر، وكذلك عندي وصفة عشاء سهلة وسريعة. نروحوا الوصفة تاع القمر هي الأولى. كما تعرفوا حبيباتي، هذه شوفي كامل راهم يعانوا منها، خاصة الأطفال. علاه؟ باسكو هما ما يروحوا يقراو راهم يختلطوا بين الأطفال، على ذيك ينتشر بسرعة رهيبة. سورتو كي يجي للدار، هي لو كان فيه قملة واحدة كي يجي للدار راه ينقلها بين خاوته كامل في الدار. لذلك قبل ما تستعملي أي وصفة لازم عليك ديري هذو الصوالح. شوفي المشطة، ما تستعملوش نفس المشطة كامل في الدار، كل واحد المشطة نتاعه. خصوصا هذيك الكراطة، احنا نقولوا لها كراطة، ما على باليش نتوما كيفاه تقولوا لها. هذيك الكراطة مليحة في الدار، يعني كي تكرطي بيها ولا تمشطي بيها الشعر راه يطيح القمر. المخاد طبعا، شوفي الغلافات تاع المخاد لازم تغسليهم، يعني النظافة كاملة. الأغطية ثاني نبدلوا المناشف، نبدلوا الدراوات. المهم خيتي باه تقضي عليه كامل. التدواش يومين في السمانة ولا 3 أيام في السمانة، وإلا ما تدوشي لهمش هذه يومين ولا 3 أيام غسلي لهم شعرتيهم، باسكو راه القمر في هذا العام راه كارثي يا خياتي، راه في لي كل يمشي. لازم كيما نقولوا تعتني بوليدك، صح. تمشطي له شعره كل يوم، كل ما يجي للدار مشطي له شعره باه تشوفي باه تفيريفي. طبعا اني نهضر على الاولاد وعلى البنات، حتى الاولاد راه يدير فيهم. شوفي هم بعد خيتي روحي ديري هذه الوصفه نوعدك باللي كاع ما يكونش فيك ويكون في ولدك راح يقضي عليه نهائيا وما راحش ينتقل. شوفي خيتي شا غادي ديري، راهي كامل عندنا في الدار فلفل اسود مرحي، راه كامل عندنا في الدار، قاع نستعملوه في الطياب. عندك زيت الزيتون، اذا ما عندك زيت الزيتون ديري عادي زيت نباتي، الزيت النباتي الثاني راه يقضي على القمل. شوفي خلطيهم، ديري عبر نص كاس، المهم على حسب شعر بنتك ولا شعر ولدك، ولا ديري نص كاس تاع زيت الزيتون ولا زيت النباتي. خلطي معاه ملعقة كبيرة تاع فلفل اسود، ملعقة كبيرة، ومن بعد طبقيه على الشعر مثلا بالجمعة، ما يقراش ولادك ولا بالسبت. ديري لهم الصباح هذا الخلطة وخليهم حتى الحشية ودوشي لهم هكا باه يقضي كلش حتى على السيبان ويقضي عليه. ثاني انتيا ما تنسيش انتيا الزوج تاعك، قلت لكم راه ينتقل بشكل رهيب. طبقيها وديريها وخليها، ومن بعد دوشي خيتي عادي. بعد ما تدوشي وتغسلي شعرك ديري الاخرى كيف يقولوا لها طاسه عمريها ماء، هي وديري فيها ربع كاس تاع الخل وشلي بيه وقعدي واحد ال5 دقائق هكاك. من بعد شلي عادي بالماء، متعاوديش الرغوه، شلي عادي بالماء. شوفي شعرك يرطاب، القشره تروح له، السيبان القمل قاع يروح. لازم الاعتناء، لازم النظافه، هكا بتحمي نفسك، تحمي الاولاد تاعك، تحمي الزوج تاعك، وكذلك نحموا الاطفال واحد اخرين انهم ينتقل لهم هذا القمل. جربوها خياتي صدقا، انا هذه الكميه راح نديرها انا في شعري، ولادي راح ندير لهم بالجمعة والسبت، يعني يومين على طريق مالقري ما فيهمش القمل، بصح نديرها لهم احتياطا باه ما ينتقلش ليهم القمل. ما تخافوش تقعد فيكم الريحة تاع زيت الزيتون ولا الريحة تاع الفلفل الاسود، راهي تروح، بصح الحشرات راح تشم هذيك ريحة الفلفل الاسود وتهرب منه. ومن بعد خياتي رايحين نروحوا الوصفة، وصفة عشاء أو غداء سهلة سريعة واقتصادية بدون لحوم. خصوصا إلا كانوا الأطفال تاعك ما ياكلوش الدنجل ما راح يفيقوا فيه به كامل. جربوها وعلى ضمانتي وبنينة. شوفوا خياتي، أول حاجة جيبي أنا راح نديره في هذا الطاجين تاع الجبل، أنا نقوله غير تاع الجبل ما على باليش كي يسموه، أي يعطيكم بنة شابة وما ديروش فيه الماء. ديري نتيا في القدرة خيتي ودوك نقول لك كيفاه ديري باه تقعد لك الماكلة تاعك بنينة.
ايا جبت هذا البصلة الطويلة، هذا البصلة اللي راهي بكثرة، باسكو لا هذيك البصلة المدورة راهي تجي خاسرة، تخسري دراهمك باطلة مدام، لذلك شرو هذا الطويل، راه يعطي بنة في الماكلة تاعك، وثاني ما راهش بسومة غالية. ايا وغادي نزيد عليه فلفل طرشي ولا فلفل اخضر. شوفي اذا ما عندكش متوفر عادي ديري غير البصلة، وراح يكون لك طبق شباب وطبق عائلي. احنا دايما نبغوا الاطباق العائليه، يعني تكون بلا لحم وتوكل كامل العائله. كما راكم تشوفوا خياتي، كملت كامل هذاك الطرشي تاعي، نزدت له 3 على ملح، وراح نزيد الزيت هنا نزيدو عبر 2 مغارف 3 مغارف. واذا بغيتوه يجيكم شباب يعني في المذاق، ديروا له السمن، يجيكم مذاق شغل تاع اللحوم، ديروا فيه ملعقة كبيرة تاع السمن واستغناو على الزيت. هيا وغادي نحطه فوق النار ونخليه يتقلالي. هيا اذا بغيتو الماكله تاعكم تجيكم بنينه، خصوصا كي ما ديروش فيها اللحم، كي غادي ديروا لازم تقلوها غايه، لازم تقلوها، ماشي غدير فش ديروا لها بش تعمروها ما لا خياتي. نقصي للنار قليله وتخليها طيبي حشاك بكري يا اختي، نقصي لها النار وخليها تتقلى لكم غير بغرضها. كيما راكم تشوفوا انا منقصت لها كامل النار، باسكو هذا الطاجين ما يلقلاش النار غازره باسكو يطرطق. كيما راكم تشوفون خليها تتقلى لي، من بعد نضيف باقي المكونات. شا غادي ندير دنجاله، انا جبت غير حبه كبيره برك، تشوفوا فيها ما شاء الله خياتي. شوفي قطعيها كيما راكي تشوفي، باسكو الدنجال راح يذوب لنا ما يبقاش هكا كبير، ونخلطو ونخلوه يتقلى لنا. شوفوا خياتي التوابل ما نضيفوهمش في الاول، نخلو كامل المكونات هذو يدخلهم للطياب، بعدها نضيفوا التوابل. يا اختي العزيزه، الا لحقتي لهذه الدقيقه من الفيديو ما تنسيش ديري لي جيم محلو كيما نتيا، باسكو الجيم هو اللي راح يطلع لنا الفيديو. ما تنسوش خواتاتي راكم باخليني كامل بالتعاليق، والله وصفات راني نتعب عليهم، راني نجيب لكم كيما نقولوا الحاجه اللي توالمكم والحاجه اللي تساعدكم، والله يا خياتي مع رانا في الغلا هذا راني نجيب لكم غير الصوالح اللي يساعدوكم. هيا ما تبخلونيش خياتي بالجيم والتعليق، يا لو كان دعوة خير ما نستاهلش منكم دعوة خير. شوفوا خياتي، زدت الطوماطيش قطعتها، ما استعملتش كاع هذاك السكرفاج. ايا زدت عليها الثوم ثاني قطعته، ومن بعد درته يتقلاولي، درت التوابل غير فلفل اسود والراس الحانوت هذا ما درت فيها، ورقة تاع الراند، ودرت غير ربع كاس تاع الماء، ما تكثروش الماء باه تجيكم الماكله تاعكم بنينه، ربع كاس نقصيلها وخليها طيب على غرضها. شوفوا هنايا الوصفه تاعي راني قدمتها مع السلطه، جات بنينه يا خياتي. ولادي ما ياكلوش كاع الدنجال وكلاوها فتاتو، ما بقاتش لا حصو طباصه. جربوها وجربوا الوصفة تاع القمل، نوعدكم اللي راح تفيدكم وراح ترطب لكم شعورتيكم زيادة على ذلك، وراح تنحي لكم القشرة، خصوصا الناس حنا بزاف نعانو من القشرة. ديروا هذه الوصفة وديروا مع التالي الخل كما قلت لكم. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى انها نالت اعجابكم، والى فيديو اخر ووصفة اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.